وصفة لابيري اللي كامل يسقسوني كيفاش نديرها، تجيني هكذا رطبة خفيفة وتجي بزاف بنينة بلا بطر وبلا برا مكسر. مستحيل نستغنى على هذه الوصفة، حبيت نشاركها معكم، جربوها تجيكم كيما تاع المطعم، بزاف بنينة وخفيفة. للوصفة واش راح نحتاجو 3 حبات بطاطا. الكميه هنا تاع البطاطا على حساب افراد العائله تاعكم، نقشرها ونغسلها مليح. الكميه هذه تاع 3 حبات بطاطا دير لكم من 2 إلى 3 افراد، اذا 3 اشخاص. من بعد نبدا نقطعها بهذا الشكل هنا كما راكم تشوفوا حتى نخلص كامل الكميه تاع البطاطا اللي عندي، ونحطها في الماء بلا ما نحط الملح في الاول، هكا باه نعرف من بعد شحال ندير الملح. اذا ونحطها تغلي حتى تطيب مليح. من جهه اخرى نروح نوجد لاصوص اللي يجي بنت وبنه سريع التحضير، هايل، تقدروا توجدوه في دقائق فقط، وحتى كي يكون عندكم القليل فقط من الدجاج يجيكم بزاف بنينه. اليوم ما كانش عندي الدجاج بزاف، اذا استعملت فقط القليل من الدجاج. اذا في مقله نديروا 2 فصوص تاع الثوم، نقليهم شويه كيما راكم تشوفوا. من بعد نضيفوا لهم نص ملعقه تاع طماطم مصبره، نخليها تتقلى مليح مع هذاك الثوم. من بعد نضيفوا 2 حبات طماطم سكرفشتهم، نقليهم وكي تتقلى الطماطم مليح مع بعضها نضيف التوابل. هنا التوابل ضيفوا واش حبيتوا، واش كان متوفر عندكم في البيت. انا هنا ضفت الملح، عكري حلو، توابل الدجاج، كزبر مرحي، شويه تاع كركم، شويه تاع راس الحانوت، فلفل اكحل، وشويه تاع الزنجبيل. نضيفهم لهذاك لاصوص، نحرك ونخليهم يتقلاو مليح. من بعد نضيف الماء، حوالي 1.5 كاس فقط تاع الماء، ونخليه يغلي. هنا عندي كميه قليله من الدجاج كما قلت لكم، تقدروا ديروا الكبيس ولا الجوانح كيما حبيتوا، المهم تبلوهم او تبلتهم نفس التوابل تقريبا اللي درتهم في لاصوص، فقط ضفت له الملح او الثوم، ضفت لهم الثوم هنا وخليتهم يرتاحوا مدة نص ساعة في الثلاجة. انا هنا وجدت الدجاج من قبل حتى ما نبدا في الوصفة، هكا باه يعطي هذيك البنة اللي بزاف بنينة وهايلة في لاصوص. من بعد تاني في الاخير كي نضيفه هنا ضفت ورقة تاع الرند، تكون فقط صغيرة، واذا كانت مش متوفرة تقدروا تستغنوا عليها. وكي بدا ما يغلي ضفت كمية الدجاج. هنا ملاحظة فقط، اذا كان عندكم الدجاج كمية كبيرة او الكويس او ضيفوا الماء اكتر، ونغطيه ونخليه حتى يعقد مليح معنا. من بعد نطفيه عليه. هنا ضفت شوية فقط تاع المعدنوس. نرجعوا للبطاطا اللي طابت كيما راكم تشوفوا، دخلوا فقط الموس هكا باه تتاكدوا انها طابت مليح. وكذلك الصوص هنا شوفوا تاني جا ما شاء الله كيفاه رجع عاقد معنا. وهنا وجد نخلوه جانبا. نرجعوا للبطاطا تاعنا اللي حطيت لها ملعقه صغيره معمره تاع زبده او مارغرين، هنا صفيتها الساع. من بعد حطيت لها ملعقه تاع مارغرين ولا زبده اللي تكون متوفره عندكم استعملوها، والفرماج تاني اي نوعيه تكون متوفره عندكم استعملوه. المهم يكون نوعيه بنينه، يعني هكا باه يمد لكم هذيك البنه الهايله للابيري تاعكم. وبديت نطحن فيها في البدايه فقط هنا بالفرشيطه كما راكم تشوفوا حتى تعود بهذا الشكل. في هذه المرحله نجيب الاشور تاعي وكامل، يعني تقريبا عندكم الاشور في الدار، نحط فيه هذه البطاطا اللي كانت نقصت منها، يعني الحراره تقريبا نقصت الحراره شويه وتكون مطحونه بهذا الشكل. وهنا نرحيها في البدايه بدون اي اضافات. من بعد نبدا نضيف الحليب اللي يكون سخون تقريبا يغلي، يكون سخون بزاف الحليب هنا، ونرحيهم كامل ونواصل في نفس العمليه. نضيف الحليب بالتدريج الى ان تتحصلوا على القوام اللي راكم حابينه وتلقاوها ترحز معكم يعني كامل بكل سهوله. من بعد نحبس، انا هنا راح لي فقط المقطع،
المهم في هذه المرحلة بعد ما تتحصلوا على القوام اللي راكم حابينها تاع لابيري، ضيفوا كمية الملح كاملة اللي راكم حابينها وشوية تاع فلفل اكحل في الاخير، وزيدوا ارحيو ضربة ولا زوج خفاف برك بالاشوار فقط يدخل الملح والفلفل الاكحل في لابيري تاعكم. ونحطها في صحن التقديم، نضيف معاها شوية تاع لاصوص اللي كنا وجدناه، وراهي معنا وجدة تجي بزاف خفيفة سهلة ماهلة وبدون باتر وبدون برام كسر كما راكم تشوفوا كما شفتوا ثاني معايا في الفيديو. يعني تجينا بزاف هايله هاد لابيري، وتجي احسن حتى من لابيري تاع الباتر. تجيكم خفيفه بزاف بنينه كما قلت لكم كما تاع المطاعم هايله. لازم تجربوها بهذه الطريقه وخلوا لي رايكم في التعليقات، وفي امان الله.